ألف مبروك لجمهور الهلال هذه النتيجة الممتازة. شوف، أدري أنه بعد طرد انغولو كانتي وأنك تلعب قدام الاتحاد ب10 لاعبين في أغلب الشوط الثاني ولا تسجل شيء ما هو كويس، وأدري أنه الهلال لو سجل الثالث باعتبارنا كلنا تقريبا المباراة انتهت والهلال تأهل، وأدري أنه هذا الطابع المريح مغري لك، بس أنا أدري أنه الهلال لما يطلع 2-0 من الاتحاد هي نتيجة ممتازة، واللي أنا أعرفها زين لو رجعت وقلت لكم كلكم قبل بداية المباراة الهلال بيفوز 2-0 تقول نتيجة جدا مرضية وممتازة، مو بشرط تخلصها من الرياض، وأدري أنك تحتاج مجهود وأنت في جدة وتحتاج حضور كويس وأنت في جدة، بس حظوظك قائمة بشكل كبير وهذا الشيء مطمع. وبالنسبة لي أنا السياق كله لا يجتزأ، يعني الهلال لما بدأ بعد فترة التوقف ولعب ضد سبهان في إيران، ثم رجع ثم لعب ضد سبهان هنا وكانت المباراة ما هي سهلة، ثم دخل قدام الاتفاق والاتفاق ما هو سهل وده أفضل فريق يشتغل في الشتاء، ثم لعب قدام الاتحاد مباراتين، وكل هذا السياق كانت انتصارات. هذا الشيء يشكرون عليه، وأمانة أداء عظيم كمجمل، أداء جدا عظيم. المباراة ممكن تكون أقل مباراة الهلال بس أداء جدا عظيم، وكان الهلال داخل قدام فريق ناوي يصعب عليك تماما مسألة أنك توصل مرمى، لكنك وصلت مرمى بعظمة، يعني بعظمة الله سبحانه وتعالى في إتقانك للتفاصيل. وأنا هنا أتكلم لجيسوس تحديدا، التفاصيل اللي نقصده أنا أشرح لك. تتذكرون لما ندق بريك نرجع مباراة الرائد لما صورت جيسوس وزعلان على لودي، أنا تفصيلة بسيطة أنك ما سندت في الزاوية، هذه التفاصيل هي اللي تخلق الفارق في هذا النوع من المباريات. وش أقصد بالضبط؟ أقصد أنه مدرب عنده فكرة ونهج يبي يطبقه حتى في الكرة الثابتة، ما يبي يترك شيء لفرديات اللاعبين والعشوائيات اللاعبين، وهذا الشيء أنه يصير كذا فيه أداء ممتاز للكرات الثابتة بأسلوب واضح وإن كان متغير، يعني ما هو كل كرة تشبه الثانية، إلا أنه يعطيك هذه الميزة حتى لو يختلف المنفذ والمسجل، وأثرها على نتائجها الأخيرة ممتاز. تعال شوف آخر 3 أهداف الهلال افتتح بها نتائج آخر 3 مباريات فاز فيها. خلنا نرجع شوي. هدف سافيتش على الاتفاق كانت مركلة زاوية تسجلت بالرأس. هدف صالح الشهري على الاتحاد المباراة الماضية من ركلة زاوية رجعت وسجلها. هدف اليوم متروفيتش الأول من بلنتي من ركلة زاوية. كل هذه المباريات اللي انت افتتحتها كنت تواجه فيها صعوبة في انك توصل من اللعب المفتوح، لكنك وصلت لانك فريق عندك قوة ممتازة جدا من الثابتة. طيب هنا اسأل نفسك سؤال، كم مرت على الهلال نسخة كان فيها عظيم وممتاز جدا في الأرض في اللعب المفتوح بس انه ما يسجل من الثابتة، وقارنه بفريق اليوم جزء كبير من الهلال يعتبرونه أفضل هلال شافوه من شافوا كورة في عز ما هو كويس بالكورة في اللعب المفتوح، هو يخلق الفارق من الركلات الثابتة. 10 ويحطم رقم قياسي، وما بين فريق يريد أن يسجل فوز الأول في ملعبه بعد 5 غيابات. الله الكرة من سالم عرضية نحو القائم الثاني معيوف بالخطأ، ونيفيز قوية لكن الدفاع وتسديده. الله فالهلال اليوم عنده حل حتى وإن صعبت عليه المباراة ودافع الفريق اللي قدامه بشكل كويس ودخل في رتم المباراة انه يلقطه من الثابتة، وهذا الشيء جدا عظيم وجالس يسهل للهلال آخر 3 مباريات بشكل عجيب. في المقابل كثير من أندية الدوري ممتازين هجوميا، مثلا النصر فريق أقرب فريق لك على مستوى الدوري، هذه نقطة بالنسبة لها أصلا أزمة. النصر استقبل 10 أهداف من 30 هدف استقبلها هذا الموسم كلها من الكرات الثابتة، بينما الهلال حتى في وجيه لعيبة تشعر كذا في إيمانهم بيرجعون من الثابتة. وتعال خذ مباراة اليوم مثال، مباراة اليوم الاتحاد أول 37 دقيقة كان يدافع بشكل ممتاز، كان الدفاع الاتحاد يوقف وراء الكرة بشكل ممتاز ومصعب الهجمة على الهلال لدرجة أن الهلال عنده صح فرصتين بس كلها ما وصلت المرمى، وكلها كانت يعني ما هي من الفرص الكبرى نقدر نسميها، بس لقط المباراة في لحظة كرة ثابتة صنع بلنتي خطأ على عبد الله العليان، بس الهلال أخذ المباراة من اللحظة. وفي لحظة أخرى تشعر بأن الزعيم الهلال أقرب. هذه لعبة الآن كرة تلعب عالية خطيرة للأمام، ولكنها ولدينا هذا هو متروفيتش ضربة جزاء
يتقدم، يسدد. اليوم أحمد حجازي بعد المباراة قال إنه الهلال خذنا في كورتين، وهو صادق. نعم، الهلال لقط المباراة هذه في كورتين، والاتحاد عادها كان يصعب المباراة على الهلال. يعني حتى بعد طرد كانتي ترى الاتحاد ما تأثر كثير دفاعيا لأنه كان موقف كويس، لكن بالنسبة للهلال استغلال الموقف كذا معجبني كثير. ترى حتى كادش يخطف كورة بس مترو ما استغلها بشكل كويس، بس استغلال الهلال لأفضل لحظاته في المباراة كان ممتاز. سجل هذا الهدف ثم أعطاك روبن نيفيز بعد ما طلع الاتحاد من ملعبه كورة حريرية للمرة التريليون. والصراحة إنه يعني ضيق صدرك إنه هذه اللمسات الأرقام ما تسجلها، وحتى وإن سجلتها أرقام فإن الأرقام اللي تسجلها ناس ما تهتم فيها، مثل الأسيست في الجول. تمريرة نيفيز لمالكم اللي كسرت خط التسلل وخلت مالكم يبحر يعيش في المساحات يروح بالحالة حريرية يا رجل، ومن لحظة ومتخذ القرار قبل ما توصل الكورة. مهما صرنا نتغزل في هذا اللاعب اللي احنا أبدا ما نقدر نوصفه حقه، لأنه نسخة لاعب ما في أحد من محاور هي أقرب منه إلا رادوي. ويمكن يعني ما أدري شو أقول في النقطة، بس يمكن يتفوق على رادوي كثير لو أنهى مسيرته بهذا الرتم بهذا الفارق اللي مو طبيعي. مباراة سبهان هو اللي مسجل، المباراة هذه جالس يخرق لك الفارق من كل لحظات المباريات الكبرى اللي انت تشوفها فيها وبثبات. في كرة القدم السعودية الهلال يتقدم بضربة جزاء. الأمور الآن الهلال 1، وبالمناسبة الهلال في آخر 7 مباريات عنده أفضلية. هذه الآن لعبة الآن للأمام خطيرة، فرصة، الله عادل رقم ياسر القحطاني في دقيقتين. الهلال يتقدم مرتين، مالكم إلى سالم الدوسري، وسالم أمام المعيوف. نعم هكذا يقول الهلال. ثاني كسبه جيسوس. غير انه كوليبالي قدم مباراة ممتازة. محمد العويس عنده تصديين سجلت ارقام، بس في تصديين ما سجلت ارقام، كان تسلل. بالنسبة لي تعطيك قديش انه هذا الرجال للمرة يمكن الثانية والثالثة على التوالي، يعني كان مع المنتخب وانقطع ويؤدي اداء ممتاز، ثم يرجع بعد اصابة يؤدي اداء ممتاز. اليوم يعود بعد 4 شهور ملأ المكان بمعنى الكلمة. وأمانة محمد تحديدا بالنسبة لي غير مستغرب انه يحضر هذا الحضور. هذه سريعة، هذه الآن للأمام وكرة خطيرة، محاولة أفضلية للهلال، لكن لا يعني ذلك أن الهلال تأهل، لأن الاتحاد سيقدم مباراة كبيرة منتظرة خطيرة. مروان الصحف الله منذ دخوله كان يقول لك إن كان لابد وأن يبدأ المباراة، لكن عينك وهذا شيء والله ممتاز. التفت على الحراس مثلا النصر لما احتاج حارس نزل راغد أو نزل وليد، كلهم العويس بالنسبة لي حتى أفضل من نواف العقيدي. وأضيف على ذلك شوف مثلا حارس نادي العين الإماراتي اليوم اللي هو كابتن خالد عيسى، مع حبي وتقديره أني أشوف محمد أفضل. هذا الحارس اللي في دكتك، وأنه يكون في الرتم يعطيك أفضلية. أنك لو قررت مثل هذا القرار في البطولة الآسيوية تكسب لاعب سود في الملعب، فان حارسك اعتبره أجنبي سادس. وهذا اللي صار اليوم. الهلال اليوم لما أصيب حسان تنبكتي وطلع من القائمة، لو أنه العويس مو موجود كان بينحط في موقف صعب، لأنه عدا كوليبالي وحسان واللي هو الكابتن علي البليهي في فارق ما بينه وما بين السنوات البدلاء، حتى على مستوى الرتم والحضور بعيدا عن الإمكانيات. فمحمد جاك في الوقت الصح، وبإذن الله ما تنام عينه أني في ثاني رمضان بإذن الله ما تنام عينه أقول لكم ألف مبروك لرقم الهلال القياسي، وألف مبروك التأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا بحول الله وقوته.